سيروم اميلويد A بروتين واحد من ضمن البوزيتيف اكيوت فيز بروتين هنشرحه في حلقتنا بالتفصيل الممل. بس الاول تعال اشرح لك ايه هي الاكيوت فيز بروتين. قالك بص، لما بيحصل انفلاميشن في جسم الانسان عندي كلاس من البروتينز، يا هيحصل لها زياده يا هيحصل لها انخفاض. لو حصل لها زياده اثناء الالتهابات هنسميها بوزيتيف اكيوت فيز بروتين، ولو حصل لها انخفاض اثناء الالتهابات هنسميها نيجاتيف اكيوت فيز بروتين. البوزيتيف اكيوت فيز بروتين زي السيرو اكتيف بروتين والاميلويد اي بروتين والفيروتين والهبتاجلوبين والالفا 1 انتي تريبسين والسي 3 والالفا 2 ماكرو جلوبين. اما النيجاتيف اكيوت فيز بروتين زي الالبيومين والترانسفيرين والانتي ثرومبين. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن السيروم اميلويد اي بروتين بالتفصيل الممل، فركز معايا في كل كلمه هنقولها في حلقه النهارده. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. بدون مقدمات طويله، كشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقه النهارده. معاكم كابتن اناليسيس. سيروم اميلويد A بروتين ده واحد من ضمن البوزيتيف اكيوت فيس بروتين، بيتم انتاجه من الليفر. لما بيحصل عندي انفكشن او انفلاميشن هيبدأ يظهر عندي اللايبوبوليساكرايد وكمان حطام من الأنسجة اللي حصل فيها انفلاميشن. اول ما يظهر اللايبوبوليساكرايد والحطام ده عندي هيبدأ يحصل استيميوليت للماكروفاج اللي هتقوم بدورها وتنتج لينا السيتوكينز زي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومر نيكروسيس فاكتور الفا. اول ما يظهر عندي السيتوكينز دي هتبدأ تحفز ليا الليفر، تعمل له استيميوليت لانتاج الاميلويد اي بروتين بنسبة كبيرة جدا. الاميلويد اي بروتين بيعتبر ايبولايبوبروتين لانه هيتحد مع ال HDL وهيعمل ريبليسمنت للايبولايبوبروتين واحد وهياخد مكانه داخل ال HDL. لما نيجي نتكلم عن الاكشن الخاص بالاميلويد اي بروتين ركز معايا. في حالة الانفكشن او الانفلاميشن هيتم انتاج كمية كبيرة جدا من الاميلويد اي بروتين في الجسم، وده هيغير الميتابوليزم الخاص بال HDL. الطبيعي ان ال HDL بياخد الكوليسترول من التيشو يوديها للليفر وبعد كده يحصل لها اكسكريشن في البايل. جميل جدا. طب في حالات الانفلاميشن وظهور نسبة كبيرة من الاميلويد اي بروتين قالك ده هيمنع خروج الكوليسترول من ال HDL للليفر وهيعمل على اعادة توجيه ال HDL للمنطقة اللي حصل فيها انفكشن او انفلاميشن او دامج، وبعد كده هيحصل له فاجوسايتوزس ويطلع عليه الكوليسترول اللي هيدخل بعد كده ويعمل ريبير للتشو اللي حصل لها دامج. الاميلويد اي بروتين ليه دور مهم جدا في الانيت اميونيتي. بيعمل ايه؟ قالك اول حاجة بيمنع البليتلت اجريجيشن. اتنين، بيعمل انهبيشن للنيتروفيل اكتيفيشن وبكده بيقلل من الانفلاماتوري بروسيس داخل التشو، وعشان كده هو ليه انتي انفلاماتوري افكت. كمان بيزود الاميون سيل مايجريشن، بنسميها الكيموتاكتيك باور، وده هيساعد الاميون سيل انها توصل لمنطقة الالتهاب وتساعد على قتل المايكرو اورجانيزم. كمان هيساعد في افراز انزيم الكولاجينيز، وده انزيم بيكسر حطام الانسجة اللي ظهرت نتيجة لوجود الانفلاميشن. هقول لك معلومة مهمة جدا. لما بيحصل عندي انفلاميشن هيبدأ يزيد نسبة السيروم اميلويد اي بروتين بعد من 6 ل 12 ساعة، وهيوصل للبيك القمة بتاعته بعد 48 ساعة من الالتهاب، وبعد العلاج هيبدأ يختفي من 24 ل 48 ساعة. عشان كده انا بستخدم السيرو اكتيف بروتين والسيروم اميلويد اي كماركر للانفلاميشن.
وأخيرا النسبة الطبيعية للسيروم أميلويد A up to 6.8 ملي جرام بير لتر. دي كانت حلقة النهاردة في السيروم أميلويد A. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معكم كابتن أناليس.